شوربة العدس الخضر طبق منتشر في كل أنحاء العالم، وهذا بسبب قيمته الغذائية العالية وفوائده للصحة. من الأحسن استعمال البصل الأحمر لأنه أغنى من البصل الأبيض والأصفر، أغنى بالفيتامين سي والفلافونويد اللي هي مضادات الأكسدة. نذوب ملعقة زبدة في ملعقتين زيت الزيتون حتى لا تحترق ويسود لونها. بما أننا رايحين نحضروا شوربة صحية، فضلنا إعطاء القوام لا كونسيستانس بالبطاطا والاستغناء عن المعجنات مثل الشعرية ولا لسان العصفور. كي تذوب الزبدة نقليو فيها البصل ونسكرفجو فوقو 3 سنات ثوم. زيادة عن الذوق، الثوم راح يزود الشوربة بمضادات الأكسدة، الفيتامينات والمعادن. غنى مكونات هذه الشوربة وطريقة تحضيرها يعطونا طبق مغذي وصحي، ويساعدنا حتى في مكافحة بعض الأمراض المنتشرة. راح نكتشفوها مع بعض، خليكم معايا. إذا حبيتوا تزيدوا في فوائد هذا الحساء تقدروا تضيفوا حبة طماطم في الوصفة. أنا استعملت ملعقة من الطماطم المركزة. نضيفوا 2 كيسان عدس خضر نكونوا بللناه لمدة ساعة. العدس الخضر قمة فيما يخص التغذية، الفيتامينات، الألياف والمعادن كلها موجودة فيه بكثرة. سهل الهضم بسبب الألياف القابلة للذوبان، وتساعد في الحمية الريجيم بالشعور بالشبعة بفعل الألياف الغير قابلة للذوبان. تحافظ على صحة القلب لأن العدس الأخضر له مستوى عالي من البوتاسيوم اللي يساعد في تقلص عضلات القلب، ومنخفض من الصوديوم اللي يرفع ضغط الدم. مفيدة للنساء الحوامل والأطفال لاحتوائها على الفيتامين B9 الضرورية في مراحل النمو. المكونات الأخرى للحساء يعني الجزر، البصل، الثوم، الطماطم والليمون تزود بمضادات الأكسدة اللي تحمي من الجذور الحرة وبالتالي من أمراض القلب وبعض أنواع السرطان. إذا عندكم ملاحظات أو اقتراحات لوصفات حبيتوا تكتشفوا جانبهم الصحي، الرجاء تخبرونا عليهم في قسم التعليقات. حتى نعطي القوام اللازم للحساء نرحيو كمية منه لتفادي استعمال المعجنات التي تحتوي على الجلوتين والسكريات البطيئة، وبالتالي نحافظ على الطابع الصحي للحساء. العدس الأخضر كما قلت لكم في البداية يحمي من كثير من الأمراض المنتشرة، أهمها مرض السكر، خاصة داء السكري من نوع 2، وذلك بفضل مؤشره المنخفض من السكر واحتوائه على كمية كبيرة من الألياف.